اللي يروح مشوار حيلحق. يسعد لي أوقاتكم يا رب، بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. معكم حنين، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم مشوار كتير ممتع والجو كان كتير حلو. المكان اللي أخذتكم عليه هي الحديقة، موجودة بين ناردن وهاوزن بهولندا. بتحسوها هي الألعاب لحد سن الأطفال لحد سن 12 سنة، مناسبة كتير للعائلات، وعن جد بتقضوا فيها نهار كامل من دون ما تحسوا بالوقت أبدا. والأهم شيء الباركينج كمان هناك مجاني. وشو كمان يا حنين، وهنيك على فكرة في كمان مثل الشاطئ، يعني كمان إذا بتحبوا مثلا تاخدوا أكلات أشياء معكم تاكلوها هناك. وهي الحديقة كتير قديمة، تأسست تقريبا عام 1930 قريت عنها يعني. وكمان فيها عروض، يعني بيقدموا عروض ترفيهية للأطفال. في 3 عروض بالنهار، الساعة 11:30 و1:30 والساعة 3. فكمان هاي هيك نقطة قوة بتحسوها موجودة بالحديقة. Ja hoor, helemaal goed. Ja, goed. هلا هون دخلنا على المدخل. هاي الخريطة، هاي خريطة مدينة الألعاب يعني. حلوة يا ماسة؟ هي بتتميز بهيك بشجرة بسموها شجرة المتكلمة، هي الشعار الخاص بالحديقة. وعلى فكرة فيها مسرح داخلي ومسرح خارجي، وكمان بيقدم عروض غنائية للأطفال. هاي كانوا عاملين هيك مثل كأنه على أساس مثل تليتابيز تحسوها كتير حلو. هون طبعا فيكم تقعدوا وتطلبوا اللي بدكم اياه، بطاطا او اي شي حابين. على فكرة فيها ألعاب داخلية كمان، يعني صالة كبيرة تقريبا 1500 متر، فسواء إذا كان مثلا الجو شوي مطر أو برد كمان في يعني قسم داخلي منيح للألعاب. فحبيت هيك أعطيكم معلومات عامة عنها لحتى اللي حابب يروح يكون أخذ فكرة تماما عن المكان. وعلى الحجز يعني هي أكيد مدفوعة، بس بالنسبة لبقية الألعاب مدينة الملاهي المدفوعة فبتعتبر أسعارها نوعا ما منيحة يعني. شايفين كلها ألعاب ما بتخوف، يعني ألعاب إنه خرج أطفال تماما مثل ما بدي إياها أنا. مثلا سواء عندكم أطفال عمرا مثلا من 1 ل 12 سنة، مثلا هاي اللعبة كتير بسيطة أو يدوية، يعني ما فيها كهرباء، بتطلعوا لفوق بتشوفوا كل الحديقة من فوق. عن جد كتير حلوة وبتجنن. كتير حبيتها الصراحة، وحبيت أصور لكم المنظر من فوق لأنه كان عن جد ممتع. وعن جد ما حسينا بالوقت أبدا يعني. وشايفين الشاطئ ما أحلاه وكبير، ويعني شو ما بده الواحد فيه يعمل بهاي الحديقة. وأنا كل التفاصيل اللي بتخصكم عن الحديقة وحابين هيك تعرفوها رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف، لحتى تكون المعلومات كتير واضحة عندكم، ولما تروحوا تكونوا أخذين فكرة تماما عن المكان. هاي أنا هدول الألعاب أنا هلا مثل هي اللعبة ركبتها أنا وأبو ماسة، البنات خافوا منها كتير وما استرجيت صور لكم.
هلا هون تبعت السفن الصغيرة كمان كتير حلوة. يعني عاملين تفاصيل بسيطة بس كتير بتعطي جو، مثل هلا ما نكون شايفين مثلا ديك أرنب كذا، بتصيروا تمشوا على هذا هيك الحرف مثل ما نكون شايفين. فكمان كتير الأطفال بحبوا هدول الشغلات، فكتير استمتعوا الصراحة البنات عندي. حلوة مو؟ هلا المطاعم عندهم هلا اللي جربتهم ما كتير طيب الصراحة، ما عجبني، والبطاطا اجت باردة، فبنصحكم انكم تجيبوا اكلكم معكم، يفضل لحتى عن جد تستمتعوا. انا المرات الماضية باخذ معي والله اكل، بس هالمرة ما اخذت، قلت انه بناكل هونيك، بس لا بنصحكم انكم تاخذوا اكلكم معكم. هلا هي اللعبة كتير حبيت جربها بس ما كان عندي الجرأة، فعن جد حسيت هيك بتحسوا هيك بتعطي ما بعرف شو شعور خوف. فهلا صورت لكم هذا الولد كيف هيك طلع فيها، وشوفوا كيف ردة فعله لما نزل من هون هيك فجأة. زولا يلا ما سمعت تقومي، ما تقومي عن اللي هي. يلا ماما قعدي. هدول ركوبات نزلوهم. واحلى شيء بالحديقه كانت هي المرجوحه. انا كتير بحب المراجيح شو ما كانت، سواء كانت بالحديقه العامه ولا بمدينه الملاهي، اول شيء بفكر اركبه هو المراجيح. فكانت كتير ممتعه عن جد، بتحسوا حالكم مثل الفراشات طايرين. وهيك كانت هيك رحلتنا بهذا النهار. اخر شيء طعمنا طنبوزه للبنات ورجعنا، وعن جد ما حسينا بالوقت ابدا. بس شو ما فيكم تاخذوا معكم خذوا، لانه هنيك كل شيء طيب، بتحسوا واحد بالطبيعه بياكل وبيستمتع. وهيك كان فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا وقضيتوا وقت حلو وممتع معي. بشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه، وتضلوا ان شاء الله بالف خير يا رب. كل الحب، حنين.